يجب أن الدولة المصرية تكون على اطلاع وتشارك فيه. وقلنا لهم مش هنوافق، ولكن في لجنة نقدر ننشئها نشوف رأيكم أنتوا عاوزين تدفعوا لمين تحت عينينا وطبقا للقوانين المصرية. ورحت في أحد اجتماعات وزراء خارجية الشرق الأوسط الواسع في المنامة في أكتوبر 2005. لقيت بنت تشيني اسمها ليز تشيني، نائب الرئيس الأمريكي. بنته كانت نائبة كونداليسا رايس. بتقول للمندوب المصري، السفير المصري المعين لهذا الملف اسمه السفير محمد شعبان، بتقول له احنا هنطلع بيان من الاجتماع ده يقول ان الدول المانحة تقدم المنح والمساعدات لمنظمات المجتمع المدني بغض النظر عن القواعد الحاكمة والقوانين المطبقة في دول هذه المنطقة. فلما قال لي هذا الكلام قلت له في المشمش مش هيحصل هذا الكلام، ومفيش بيان هيطلع بهذا الشكل. رحت قابلت كونداليسا رايس وقلت لها مش وانا كاتب الكلام ده كله في كتاب شهادتي. قلت لها مش هيطلع هذا الكلام، انا ماشي. كل ده علشان منظمات المجتمع المدني دي هي كانت بعد كده ايديهم وعينيهم ورجليهم وكل حاجه في المنطقه. قلت لها مش هينفع هذا الكلام، وانا مضطر اغادر الساعه 12 الظهر تاني يوم، وتعليمات الوفد بتاعي انه يرفض هذا الكلام، ومش هنطبق حاجه من هذا الكلام، ومش هيصدر بيان طول ما ده موقفنا. وخصوصا بقى ان لقيت الوزراء الخارجيه العرب جايين لي يقولوا لي من فضلك خد القياده وتصدى للجماعه المجانين دول اللي عاوزين يهدوا بلادنا. كلهم استشعروا نفس الخوف. رجعت القاهره في المساء، كنت حتى على طياره بتاعه الاتحاد الاوروبي، كان سولانا راجع القاهره هيقابل الرئيس مبارك تاني يوم. وانا ولا معايا طياره ولا معايا حاجه، كنت هرجع تجاري. فقلت له تاخدني معاك؟ قال لي اه. فنزلت معاه من المنامه. نزلت لقيت ابواب جهنم اتفتحت. الاعلام الغربي والامريكي ازاي وزير الخارجيه المصريه يهد الاجتماع ويرفض هذا الكلام. المؤسف المحزن انه مصريين ساهموا في توجيه الطعنات للموقف المصري، وقالوا ازاي ويتصدى ازاي وايه. مصريين ايه؟ سياسيين، ناشطين، اعلاميين؟ ناشطين، اعلاميين. في حديثي بقى مع الرئيس قلت له الناس دول بيقولوا ان هم هيصرفوا 50 مليون دولار كل سنة من الدعم الاقتصادي الامريكي لمصر، يعني 250 مليون جنيه نازلين الشارع المصري مرميين كده. ده عملية خطرة للغاية. ولقيناهم بيقولوا لنا انتوا عندكم المركز المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وفريدم هاوس ومجموعة منظمات أمريكية تسمحوا لها، ومجلس المحامين الأمريكيين تسمحوا لهم بالعمل في الأرض المصرية بالبساطة دي. بالبساطة دي. كانت مقدماتها باينة. مقدمات تقولي لي طب وده كله ليه؟ أقول لك هم توصلوا لنتيجة إنه لازم يغيروا الأنظمة دي والمجتمعات دي. مش علشان الديمقراطية ولا علشان حقوق الإنسان، علشان مصالح الأمريكان في المنطقة. طبعا احنا شايفين الموديل التركي، وشايفين الجماعات الإسلام السياسي والمتأسلمين أصبح لهم تأثير في الشارع. طب ما نسلمهم السلطة وناخد منهم تعهدات بأنهم لا يضروا بالمصالح الغربية ولا يضروا بمصالح إسرائيل في المنطقة دي، وإذا رضوا أنهم يتعاملوا معنا فإحنا نتعامل معاهم. وفي
في الخضم ده كله تم تدمير ليبيا لعقود قادمة، تم تدمير سوريا. سوريا دي يعني حرب أكتوبر مر عليها النهاردة 41 سنة. انت ما كنتيش اتولدتي. الجيش السوري حارب مع الجيش المصري وزنقوا إسرائيل في الكماشة من الجنوب ومن الشمال، وبالتالي الجيش السوري ده يحافظ عليه ولا يتم تدميره، لأن هناك دائما تهديد من الشمال الشرقي. للأسف النهاردة مصر مهددة من الغرب من ومن الجنوب ومن الشمال الشرقي. فبالتالي يعني ده كان مخطط سيادة الوزير. أنا أشوف إنه هل كان لأمريكا دور كبير في أحداث 25 يناير؟ يعني لا، شوفي، 25 يناير المجتمع المصري كان يرغب في إحداث تغيير في المجتمع. أنا في حديث مع أحد المحطات التلفزيونية قلت إنه 50% من الشعب المصري اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي، النهاردة احنا هنتم 86 مليون، وبيقولوا إن في 8 مليون بره مصر، يعني احنا عددنا فوق ال90. سنة 73 أو نقول 81 لما الرئيس مبارك تولى السلطة، كان عدد المصريين لا يتجاوز 45 مليون. يعني زدنا 45 مليون تانيين، ضعف تقريبا. ال 45 مليون أو ال 90 مليون دول 50% منهم أقل من 30 سنة السن، وبالتالي المجتمع المصري كان يرغب في إحداث تغيير جوهري في شؤونه، وإنه الشباب دول ياخدوا فرصتهم فكان في إحساس عام في المجتمع بالرغبة في التغيير، بالرغبة في إحداث تغيير. و25 يناير هو ده التوصيف لها، الرغبة الشبابية في إحداث تغيير. لكن هو اللي مع حصل ظهور بعد التغيير، مع ظهور المجموعة دي، كان تدمير بعد دخلت بقى مجموعات الإسلام السياسي متأسلمين، دخلت قطر، دخلت محطة الجزيرة، دخلت الأموال، الميدان في كييف في أوكرانيا وأمسكم بتل أبيب. هذه الفورة الثورية، وأنا فاهم سببها. أنا بشوف الشبان هناك حالة غضب هائل، لكن هذه الطاقة الشبابية الغاضبة يجب توجيهها في المسار المضبوط والدقيق والصحيح، وإلا تصبح فورة ثورية غاضبة تدميرية تدمر. بس كان وقتها بيبقى في حديث، وحضرتك يمكن قلت لي من ضمن الاعتراضات اللي يعني طرحوها مع حضرتك في الولايات المتحدة الأمريكية فكرة التوريث. هل بالفعل كان بيدار من خلف الكواليس فكرة التوريث، تمهيد ابن الرئيس لتولي مقاليد السلطة في البلاد؟ شوفي، كان في دلائل انه نجل الرئيس بيبني